والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. هذا الحديث فيه استحباب السواك، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث السواك في كتاب الطهارة، لأن السواك من سنن الوضوء، وذكر ذلك العلامة البسام رحمه الله تعالى. فكما تقدم معنا أن أبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين، بل هو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكما تقدم معنا اختلفوا في اسمه، فقيل كنيته اسمه أبو هريرة، وقيل اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، فهو يماني. أبو هريرة من اليمن رضي الله عنه وارضاه. الصحابة من اليمن كثر، منهم أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وارضاه، أبو موسى الأشعري وأبو مالك الأشعري من اليمن من تهامة، ويتميزون بحسن الصوت، أصواتهم في القرآن جميلة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم وأبو موسى يقرأ القرآن، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، وقال: قد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. ولما علم أبو موسى بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لي لحببته لك تكبيرا، أي لحسنت صوتي أفضل، للدلالة على أنه يستحب تحسين الصوت في قراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتقن بالقرآن فليس منا. فيستحب تحسين الصوت، لكن تحسين الصوت ليس بأن يدرس كأوتار الأغاني كما يفعل الآن الأوتار الموسيقية، يعرفها، فهذا لا يجوز، هذا محرم كما ذكر العلماء، أن يجعل القرآن كالموسيقى أو كالأغاني. لكن يشرع أن يحسن بأي طريقة وبأي وسيلة إلا بهذه الطريقة. هذه الطريقة محرمة، لأنه يجعل مثل الأغاني. لكن من حسن صوته وحاول أن يحسن صوته سيّر القرآن بأصواتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بهذه الطريقة. فهذه ما ذكر العلماء أنها محرمة، طريقة محرمة، ويستخدمها الكثير من المسلمين في هذا الأزمان، لأنها صارت تدرس طريقة أوتار الغنى، أوتار الموسيقى، تدرس، ترفع الصوت فيها كذا وتنزل فيها كذا، صح؟ ترفع فيها كذا وتنزل فيها كذا، يجعل كالموسيقى. فهذا لا يجوز، هذا محرم. أما إذا حسن صوته فهذا مستحب، ليس جائز بل مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. فهؤلاء الأشعريون معروفون، وإلى الآن والأشعريون من تهامة إلى الآن، أصوات أصحاب تهامة مميزون بأصواتهم في تلاوة القرآن. لذلك إلى الآن أكثر من تكون تلاوتهم طيبة من أصحاب الآن هم يسمى الجديدة، هؤلاء تهامة يأخذ منهم أئمة في كثير من الدول العربية، أئمة منهم من هؤلاء يأخذون، لأن أصواتهم جميلة. أبو هريرة يماني. وخرج
ما أظن يعني أننا لم نذكر عن نعيم المجمل عن أبي هريرة. حديث نعيم المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولد الكلب صح، إذا شرب الكلب من أحدكم هكذا، أو ما حديث نعيم المجمل: إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين. أي نعم، أحسنتم. إن أمتي نعيم المجمل. هذا يعني فائدة ما أدري هل ذكرنا هذا يعني الفائدة أو لا. سمي بالمجمل لأنه كان يعني يحمل الجمر ويبخر المسجد، بخور. ما أدري تعرف البخور ولا لا؟ أظن يعني سألت عنه هنا قالوا هذا ما يستخدمه إلا السحرة والمشعوذين. بخور يجعل يعني جمر أيوة، ثم يوضع بخور فوقه ثم يكون دخان رائحة طيبة. أيوة، هذا يعني هذا يستحب تطيب المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بتطيب المساجد وتطيبها، كما جاء في حديث عائشة بتطيب المساجد وبتطيبها. فهذا سمي المجمل لأنه كان يجمل المسجد، يبخر المسجد. معروف أن عمله يبخر المسجد، وموجود إلى الآن عندنا في يعني اليمن وفي الدول العربية بأكملها. ما أدري غير الدول العربية الله أعلم. عندكم هذا شيء عجيب. أنا سألته قالوا هذا لا يعني ما يستخدمه إلا السحرة. هذا لا يصلح، هذا ليس صواب. السحرة يستخدمون يعني الدخان غير الطيب. معروف أن السحرة يستخدمون دخان، نعم، لكن غير الطيب. أما الطيب لأن الطيب تهرب منه الشياطين، كما ذكر الشيخ يعني عبد الرزاق البدر من فوائد العطر من الطيب. البخور من أنواع الطيب. أن من فوائد الطيب أن الشياطين تهرب والملائكة تقرب. فالطيب ما أظن يستخدمه السحرة لأن الشيطان سيهرب. السحرة يريدون أن الشياطين تأتي. فهذا من أمور المستحبة أن تطيب المساجد، أن تطيب. كم مسجد دخلت وكم يعني منطقة نزلت ما رأيت مسجد يبخر في اندونيسيا. هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. بل المسجد يطيب ويبخر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظف المساجد وأن تطيب، كما جاء معنا ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. فتطيب المساجد شيء طيب ومعروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما زمن الصحابة بعده وما بعده، يعني أن المساجد تطيب بهذا. فيختار أفضل طيب يعني عود النبي معروف عندكم، عود النبي يعني ويوضع في فوق الجمر ثم يطيب المسجد فتكون رائحة المسجد طيبة، تكون رائحة المسجد طيبة. وأظنهم تروا يعني أن واقع عند الحرم يدور في الطيب في مسجد المدينة في الحرم المدني، بل حتى في الحرم المكي يأتي رجل مع يعني بخور هذا يدور ويطيب المسجد. وكل المساجد تدخل المسجد في المساجد يعني أكثر المساجد هكذا تدخل المسجد تجد رائحة طيبة، خاصة في يوم الجمعة. يطيب المساجد ينظفوها ويطيب ويجعل الطيب فيها، لأن في الجمعة يعني يجتمع الناس كثير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، قرأنا من الدرس لكن لا بأس بالفوائد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي، لولا كما يعني في يقول اللغة هي حرف امتناع لوجود، أي تدل على أن امتناع شيء لوجود آخر. لولا المشقة لكان الأمر بالسواك واجبا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أمته بالسواك عند كل صلاة، لكن لوجود المشقة لم يلزمهم. فدل هذا على أنه ليس بواجب. هذا هو الصحيح، وهو يعني قول الجمهور، بل دعا بعضهم أن هذا إجماع، أن
يعني السواك عند كل صلاة مستحب سنة وليس بواجب، ذهب بعض العلماء أنه واجب ولكن ليس هناك دليل، وهذا الدليل صريح لولا أن نشوف حرف يعني امتناع لوجود، يعني منع الوجوب وجود المشقة، لأن هناك مشقة ستكون على الناس، فلذلك لم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مستحب عند كل صلاة سواء فريضة أو نافلة، سواء الصلاة فريضة أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل صلاة عام، ولم يقل عند صلاة الفريضة أو الصلاة الواجبة أو الصلوات الخمس، بل قال عند كل صلاة. وهل يستاك بيمينه أو بيساره؟ هناك خلاف بين العلماء، ومنهم من قال يستاك بيده اليمنى، ومنهم من قال يستاك بيده اليسرى، والأمر في ذلك واسع لعدم ثبوت نص دليل في هل استاك بيده اليمنى أو باليد اليسرى. إذن السواك عند كل صلاة مستحب، والسواك يذكر له فوائد كثيرة، لكن نحن يعني نتهاون في هذا، وإلا من أعظم فوائده ما ذكره ابن سلام: منطقة للفم، منطقة للرب. قال ابن سلام: السواك منطقة للفم، منطقة للرب، يطهر الفم من الرائحة الكريهة، وكذلك من الجراثيم، ويعني من الأوساخ، وكذلك مضار، أن الله عز وجل يرضى عن هذا الفعل لأنه سنة، وكذلك يعني يقوي اللثة، هذا تكون قوية، وينظف الأسنان، والرائحة تكون طيبة، وغير ذلك مما ذكروا من يعني فوائد السواك، وذكره العلماء من فوائد السواك. لكن الآن استبدل كثير منا السواك بماذا؟ معجون أسنان، ستتين أو كبسولين أو سواك أو سجنان سعودي سجنان. لكن هذا يعني حتى إذا استبدلنا مثلا هذا استعمال معجون أسنان، لكن لا نستطيع أن نستعمله أثناء الصلاة عند الصلاة. الله أكبر لنا استووا ونحن بمعجون أسنان، يمكن؟ لا يمكن، هذا ما يمكن، لأنه يعني يحتاج إلى غسل، لكن إذا كان يعني كنا نستخدم معجون الأسنان، لكن المشكلة هنا يعني ما وجدت أحد يبيع مسواك. هل عندهم يبيعون مسواك؟ ما في، لكن موجود عندكم هذا الذي في قرطاس، صح؟ أين يباع الذي في قرطاس؟ مسواك في قرطاس أين يباع؟ موجود؟ نادر. أنا مرة أقول لك في بلاد ما وجد مثل هذا، يعني الذي في قرطاس نادر. أما نحن عندنا في اليمن الذين سافروا في كل مكان ما شاء الله مساوية، تجد في كل مكان، خاصة المساجد التي هي كبيرة في المدن تجد بجنبها مضمون أكيد، في المدن خاصة بجنب المسجد من يبيع مساوية، سواء الطريق يخرجوه من الأرض، يعني يخرجوه يغسلوه يبيع له مباشرة بسواق ب100 صلاة ريال أو دورات ريال يمن. أيوة، سواء يعطيك أسبوع أو يعني أقل أو أكثر، أو حين إذا كان أفضل حاول يعطيك أكثر. كل صلاة كلهم خاصة بدون الحديث، بل حتى ليس بدون الحديث، بل يعني أكثر مساجد العوام يهتمون بهذا. تجد
المسواك هنا، أصلا الشيبة كبار السن مسواك هنا، يعني تقام الصلاة يتصور ويضع، ثم يعني يكون في جيبه هكذا في كل صلاة يأتي، وكذلك يعني عند كل وضوء، يعني كما سيأتي معنا. فيعني ينبغي هذا. ما أدري هل عندكم هذه شجرة السواك أو لا؟ لا توجد؟ أيوة أراك شجرة السواك موجود؟ لا يوجد اندونيسيا؟ لا يمكن لا يوجد اندونيسيا. ما اسمه عندكم؟ ما اسمه عندكم؟ سويد. سويد؟ هذا زيت سويد. ما زي تولد؟ نحن عندنا في اليمن كثير. سيوة. هكذا تكون. rumput siwak. السواك هذا هكذا يكون من الأرض. Siwak. لونه يعني بني، يحفر ليس فوق الشجرة، من فوق الشجرة، لا في الأرض، يكون تحت الأرض. الشجرة فوق ثم يحفر تحت في جذر. ماذا تسمى الجذر؟ أكار. أيوة، ثم يكسر يباع. كبير. كبير. يوجد صغير، يوجد كبير. هذه قصة يعني ذكروا من يعني المضحكات، القصص العجائب. فأن امرأة اشتكت إلى القاضي أن زوجها يضربها بالعصا، ضرب مبرح، لا يجوز ضرب المبرح. اشتكت إلى القاضي، فجاء طلبه زوجها وقال تعال، أنا ما أضربها بالعصا، ما أضربها إلا بالمسواك حقي. قالوا كيف يعني هذه تقول أنك تؤلمها ضرب؟ كيف؟ قال والله ما أضربها إلا بالمسواك. قالت لهم قولوا له يأتي بالمسواك، انظروا إلى المسواك، جاءوا بالمسواك عصا. المسواك عصا تضربها، مسواك مثل العصا كبير. بعضهم يكون مسواكه يعني رجل عندنا في القرية هكذا مسواك نمسك هكذا كبير عقول المسواك. أما هذا الذي ذكر قصته كبير يعني عصا. قال ما أضربه إلا بالمسواك. رأوا المسواك فإذا هو مثل العصا، متر أو أكثر من متر طوله. فيعني يعني قلنا أن للمسواك فوائد كثيرة ذكرها يعني العلماء، ذكر بعض العلماء في كتبهم. فيعني ينبغي أن يتخذ المسواك إذا كان يمكن هنا تخيل. موجود أظن قريب، بعضهم موجود معه في قرطاس. من معكم؟ من عنده مكان من الطلاب؟ عفان عندك صح؟ من أين؟ من السعودية. صوفي. يا صوفي في كل شيء. أنا أظن هنا قريب موجود. أظن لكن يمكن أن تكون في بلدنا كثير يعني العرب يمكن موجودة المسواك، فينبغي أن تأخذ المسواك بكم؟ 5,000 صح؟ 5,000. أين رزق؟ يعطى ربما يعني في القرطاس ربما يمكث أكثر من نصف شهر. وعندنا يعني خاصة كبار السن جدتي حفظها الله ما زالت حية، يعني تضع حتى نحن نضع المسواك خاصة بالليل
يعني بعد ما نستخدمه في لأننا ننام، عندما نقوم نأخذه يعني تستخدم، سيأتي معنا السنة عند القيام من النوم تستخدم السواك كأننا نستخدم معجون. فيعني نضعه في الماء لكي لا يخرج. أيوة نضعه في الماء، بل يعني البعض يضعه في الثلاجة كل كاس، يضعه في الماء في الثلاجة. هذا إذا كنت تستخدمه وتضعه في الماء في الليل يمكن يبقى شهر وأكثر من شهر ما ييبس، لأنه ييبس هو مثله إذا كان خارجا ما ييبس. لكن إذا تضعه في الماء في الليل تضعه في الماء ثم تأخذه بالصباح يمكن يبقى شهر. وابن عمي لي ابن عم يعني يعني ملتزم سلفي يعطيه السواك شهر، ماذا يعمل له؟ يعمل له في قرطاس مع الأكباد. أيوه يستخدم شهر، يعني إذا يعني هكذا يكون يخرج قليل الغلاف ثم الذي يدخل في الداخل هذا خلاص ما ينفع يقص، هذا موجود لك يقص قليل ثم هذا يقص حتى ينتهي ما ييبس حتى ينتهي. يمكن شهر يجلس معه، يقولون يجلس معه شهر، يجلس معه شهر. طيب موجود سؤال أو نعم؟ ماذا؟ ما هو السؤال؟ ها؟ ما هو السؤال؟ Ada soal? Lah, Apa hukum ini? aku tak ngerti. Oh, itu tahu.